مساء السعادة، كيفكم؟ ايش اخباركم؟ طبعا كلكم حتموتوا تعرفوا ايش سر النحافة المفاجأة بعد ما رجعت. ما شاء الله، عارفين لو ما نحبت ايش حسوي فيكم؟ حاخد وضوء كل الموجودين. طيب انا حقول لكم السر صراحة. انا انتوا عارفين انا بحب اتابع مع احد معين، ما بحب اغيره. فانا تابعت مع دكتورتي اول ما جيت وكنت واخدة جرعة، فحضرتك ما كنت متابعة معاها في السعودية مرة، فكانت الجرعة ثابتة وأتريني كنت باكل، ما كنت منتظمة. فأول ما جيت مسكتني، تعالي يا حلوة، شفت الواز الجرعة مش مزبوطة. نفختني شوية، ظبطت لي الجرعة. صراحة دكتورة هند هي الدكتورة الخاصة حقتي اللي نحفتني، والحين تبدأ تشتغل معايا بالأجهزة. المرة اللي فاتت ترى سويت جلسة أنا المرة اللي فاتت، ظبطت معاكي. وصورتها، بس ان شاء الله يا رب انتظم. واليوم سويت جلسه ثانيه، ما شاء الله علي والله عايزه ابخر نفسي. فاليوم هخلي الدكتور يتكلم معاكم على موضوع الابره، عشان في ناس متخلفين عقليا جالسين لا يا ابره، يا هي الابره، لا يا، بس تحب تتفلسفوا، ما انتوا فاهمين ولا شيء. هي اصلا اعطتني لسه التحليل عشان اسويها قبل ما اخذها، فهتكلم معاكم وتقول لكم الابره هذه ايش سوت معايا، وحنوصل لاي ليميت، وكيف حتوقف لي الجرعه، لان هي ليها سيستم بعد ما تاخذوها وفي النص وانتوا تخلصوا والتثبيت وكل شيء. انا ماني دكتوره، هي حتقول لكم كل